ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو شعرك تعبان وهايش او محتاج تغذية كده قبل العيد، الفيديو ده ليكي. هقولكم على روتين مغذي وفعال من اول حمام الزيت لحد التصفيف، ووصفات سهلة ومكونات ممكن تلاقيها في بيتك او في الصيدلية، وهقولك كمان على البدايل لو مش متوفر عندك كل حاجة. يلا بينا نبدأ الفيديو. أول خطوة معانا هي حمام الزيت قبل الغسيل. على شعر جاف مش مبلول هتسخني شوية زيت يكون دافي مش سخن. استخدمي زيت من الزيوت دولت زي زيت جوز الهند أو زيت الخروع أو زيت الجوجوبا، أو تحطيهم كلهم مع بعض وتستخدميهم. الزيت جوز الهند للشعر الجاف، وزيت الخروع بيقوي ويكثف الشعر، وزيت الجوجوبا أو زيت الأرجان لو شعرك دهني وخفيف. وبعد كده تدعكيهم على شعرك كويس جدا وتسيبيهم من نص ساعة لساعة أو لساعتين. ممكن نلف شعرنا بفوطة، ولو شعرك بيتساقط زودي من زيت النعناع أو زيت الروزماري. دي أول خطوة معانا. تاني خطوة معانا غسيل الشعر بشامبو مناسب. أنواع الشامبو المغذية: شامبو سيماميد خالي من السلفيت، وناتشورال تاتش. نصيحة: استخدمي الشامبو مرتين لو كنت عاملة حمام زيت عشان تتأكدي ان الزيت كله اتشال من شعرك. بعد الشامبو حطي ماسك مغذي. الوصفة الطبيعية دي حلوة جدا: عسل وزبادي وزيت زيتون او زيت لوز الحلو. افرديهم على شعرك وتسيبيهم 20 دقيقة، وبعد كده اشطفيه كويس بمية فترة. البديل المستيدلية الماسك ده هيكون ماسك روليال بروفيشنال فيد الذهبي وتريزيمي ماسك. رابع خطوة ودي الأهم: الترطيب بعد ما تستحمي. السيرم المغذي اللي بيحمي من الهيشان زي سيرم فاتيكا بالأرجان أو سيرم كريستال أو جارنيه أو لوفا. لو شعرك هايش رش عليه مية ورد واستخدمي سيرم يكون ترطيبه خفيف. خامس خطوة العناية اليومية: مشطي شعرك بمشط خشب يكون واسع، واربطيه قبل النوم عشان ما يتقطعش، واستخدمي كيس أو وسادة تكون ستان عشان تحمي شعرك من التقصف. الحاجات اللي لازم تتجنبيها: ما تستخدميش الاستشوار والمكوى قبل العيد بيومين، خلي شعرك يكون ارتاح. وما تغسليش شعرك يوميا، كده بيفقد الزيوت الطبيعية بتاعته. وما تشديش شعرك وهو مبلول، بيقطع البصيلات. اهتمي بنفسك شوية، لأن كل تفصيلة صغيرة بتفرق في ثقتك بنفسك. مفيش أجمل من شعرك ويكون صحي وطري في العيد. يا رب يكون استفدتي من الروتين ده. لو جربتيه قوليلي رأيك في الكومنت، وما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد. باي باي.